اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا مساء الخير ومساء العافية على عيونكم حبايبي، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وبأفضل حال. واليوم جيتكم بفيديو جديد. فيديو اليوم سلسلة تفريزات رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقد ولا مفقودين بحق محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اليوم فيديو اليوم مختلف، راح أسوي لكم تفريزات بيه. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، إن شاء الله تستمتعون به، إن شاء الله تقضون أوقات حلوة برفقتي. طبعا قبل لا نبدأ الفيديو تشجيعا إلي وحماس إلي، أريد تعليقات من يدينكم الحلوة، وأريد لايكات، وأريدكم تشاركون الفيديو بين أهلكم وأحبابكم، وأنا أكون جدا ممنونة لكم. تعالوا نبدأ الفيديو على بركة الله. طبعا شنو حنسوي اليوم؟ اليوم راح أسوي بورق، وراح أسوي صاج، وراح أفرز دول مهمين، وراح أجيب لكم طريقة اقتصادية شلون نقسم اللحم وشنو الوجبات اللي نسويها للحم. المهم بنات، أول شي بديت بيه راح نسوي حشوة الصاج. أثناء ما أسوي حشوة الصاج شعلت العين الثانية، خليت عليها اللحم مالت البورق. المهم بنات، عندي هنا الدجاج، ضفت عليه بصل وخليته ينشف تماما من المي مالته، اسم بقى بمي. ضفت له فلفل أخضر. بعد ما ضفت فلفل أخضر سويت الجوانح، طبعا كله قطعته نفس الشي على شكل جوانح. بعدها ضفت جوانح الليمون. طبعا الليمون شيلوا النوى مالته على مود ليكون مر. بعدها ضفت الزيت، وهنا ضفت صلصة دجاج. طبعا هاي الشاورما تقدرون تسوونها هيجي وجبات، تقدرون تلفونها بخبز الصاج، أنا اليوم حلفها بخبز الصاج. بعدها ضفت هاي البهارات المشكلة بنات. هاي البهارات وين ما تلقوها اخذوها، بهارات تجنن. المهم بنات، هسه راح نبدي نحمس بيه، وراح اضيف هاي البهارات مالت المادر، هم ابد ما استغني عنها. كلش احبها، وضروري هاي البهارات تكون بكل مطبخ. ضفت قليل من الكركم، وهسه راح ابدي احمس الشاورما. نحمس كل زين بنات لحد ما يتغير لونها وتنحمس كل زين. تقريبا 20 دقيقة يستوي عندنا الدجاج. شوفوا بنات، شوفوا لي الشكل مالتها. هسه راح اخليها تستوي على راحتها، واكمل الحشوة مالت البورق. طبعا خليتها على نار هادئة، وبديت اسوي الحشوة مالت البورق. حشوة البورق عندي هنا لحم مفروم، تقريبا عندي هنا نص كيلو من اللحم المفروم. بعدها ضفت له راس من البصل مفروم كلش ناعم ومحضرة الطعام. دائما بنات البورق والسمبوسة الحشوة مالتها تكون ناعمة، فضفت هنا حبة البصل أو راس البصل المفروم كلش ناعم. راح أحمس البصل واللحم سوية، وبعدها نكمل باقي الخطوات. طبعا بعد ما حمس اللحم والبصل كل زين وذبل عندي البصل، شنو راح أسوي؟ راح أضيف قليل من الزيت على مود لا تلشع عندنا الحشوة بالطاوة. بعدها شنو راح نسوي؟ أقلبها كل زين، أو هاي الأثناء أخذ حبة بوتيتة كبيرة، وهم أصرمها محضرة الطعام بهذا الشكل، وراح أضيف حبة البوتيتة. طبعا البوتيتة اختيارية، تقدرون تضيفونها وتقدرون ما تضيفونها. أنا نحب البوتيتة كعائلة فضفتها لذلك. المهم بنات، هسه راح أحمس البوتيتة كل زين، وبعدها مكملين باقي الخطوات. راح أضيف شوية رشة ملح، وراح أضيف كركم، وحضيف بهارات مشكلة، حضيف بهارات لحم، وانتو البهارات بكيفكم. بعد انتو شنو تحبون تضيفون، شنو متوفر عندكم. طبعا عندي هنا الشاورما كملت، وعندي الحشوة مالت البورق ما بقالها الا القليل وتستوي. اخر شي بنات قبل لا تستوي، طبعا كل شوية نجي نشيك عليها ونقلبها. قبل لا تستوي بشوية نضيف لها الكرفس. طبعا الكرفس ما عندي فريش، عندي هذا المفرز، فضفته. يدي بالغرض، اي شي متوفر عندكم، كرفس مجفف مفرز فريش، المهم هو الكرفس ينطى طعم كلش طيب للحشوة. وهسه شنو راح اسوي؟ راح اترك الحشوات اطفيها واتركها شوية تبرد، وبعدها نكمل حبيباتي. اول شي بنات راح استخدم اليوم العجينة الجاهزة للبورق. عندي هاي الصلصة اللي تكون هي خاشوقة طحين وشوية مي، وعندي طبعا هاي الحشوة مالتي اللي سويتها وياكم. الحشوة بنات تقدرون تسوونها بالخضار، تردون باللحم، تردون بالدجاج، هذا الشي انتم مخيرين بيه. فأنا اليوم سويتها باللحم، تقدرون تسوونها بالجبن والكرفس همين الصير. المهم فهسه راح ابدي الفها وياكم. دائما بنات استخدم هاي العجينة الجاهزة،
هاي العجينة جاهزة ما راح تاخذ وقت، خصوصا مدارس عندنا ومنا عندنا أطفال صغار، فما راح نقدر لما نسوي العجينة لما هاي تاخذ هواي وقت ويانا. راح ابدي الف كم وحدة وياكم على مود تشوفون الطريقة اثناء ما الفن. لفها بنات كل سهل، ناخذ الجوانب مالتها منا ومنا، وبعد ما ناخذ الجوانب مالتها نلفها بهذا الشكل. وطبعا ما عليكم صوت الأطفال وصوت البلازما بعد تعرفون، يعني أنا كأم بيت وكصاحبة أطفال عادي يسمعون هاي الأصوات القريبة عجيبة بالفيديو. المهم بنات هسه راح أكمل لف وبعدها أرجع لكم وأراويكم شنو نسوي. طبعا هنا تقريبا لفيت نص الكمية، هسه أكمل باقي اللف وأرجع لكم وأراويكم شنو نسوي بهذا الفيديو. اللي وصلت لهنا وما مخليت لنا لايك شنو نسوي لنا؟ تخلي لنا لايك وشارك لنا الفيديو بين أهلها وأحبابها، وأنا أكون جدا ممنونة لكم. المهم بنات هسه بعد ما كملت لف البورق راح أخليه بالفريز يجمد على ما نبدي نلف الصاج. عندي هاي حشوة الصاج، عندي هنا بنات كاتشب وضفت له كرفس ينطي طعم كلش طيب، وعندي هذا خبز الصاج الجاهز. هذا الخبز جاهز اختصارا للوقت واصلا سعره مناسب. فهسه راح ابدي الف وياكم الصاج. بالنسبة للبنات اللي يسألوني الصاج عادي يتفرز؟ اي بنات عادي يتفرز، اسبوعين 3 اسابيع ما عليه اي شي. بس نتفرزوا لا تضيفون بداخله لا بتيتة ولا طرشي، لأن راح تجزر إذا تضيفوها. المهم بنات هسه هاي الحشوة اللي سويتها وياكم. ناخذ من الكاتشب والكرفس نمسح الخبزة، وناخذ منا ومنا أطراف الخبزاية ونلفها بهذا الشكل. طبعا تقدرون تخلون مايونيز، تقدرون تخلون الصوص اللي يعجبكم، تقدرون تخلون خردل. أنا أحب هذا الصوص، وهذا الصوص طعمه كلش طيب. هسه حلفن كم وحدة قدامكم على مود اسهل عليكم الطريقة. طبعا شاركونا بافكاركم، شنو فرستوا، شنو سويتوا، شلتوا الفراش، بعدكم سويتوا حملة تنظيفات. الصراحة اني اول شي بديت بالتفريزات وياكم، وان شاء الله بعدين حبدي هم وياكم بالتنظيفات. بس تعرفون بنات بعد انا عندي طفلة صغيرة، فاللي اقدر عليه راح اشارككم بيه، واللي ما اقدر اتمنى تعذروني. المهم بنات فاحنا مكملين بهاي الطريقة، لفها كل سهل وبسيط، وكتبوا لي بالتعليقات شنو فرستوا وشنو ما فرستوا. المهم بنات شوفوا لي شلون لفها سهل وبسيط وتطلع لكم كلش حلوة. وهسه تدخل وحده وتقول لي انا احب اليوم بيومه، اني ما احب هاي السوالف، ما احب التفريزات. بنات انا بالنسبه لي كصاحبه اطفال قلت لكم عندي مدارس همين او طفله صغيره، هاي السهل علي. وبعد برمضان نقعد احنا الظهر ويا صلاه الظهر نصلي ونتجه للمطبخ، نبدي نسوي الفطور. فالصراحه هاي السوالف كلش تختصر لنا هواي من الوقت. المهم هسه تفريزنا اللي جاي هو شنو؟ مبين الدولمة. عندي اللحم حمسته زين، وعندي بوتيتا، وعندي قلاصين من التمن، وعندي بصل، وعندي الطماطة والكرفس، وأضيف عليها طبعا دبس الرمان، وأضيف عليها هاي البهارات اللي مشكلة تنطيها طعم كلش طيب. نضيف رشة بسيطة، وبعدها نضيف شوية من الملح، ونضيف بهارات دولمة، ونضيف زيت، ونضيف المعجون. طبعا هذا المعجون الحصة كلش حلو، اللون مالته همين كلش حلو. المهم بنات هسه راح ابدي اخلط المكونات، وبعد ما اجانس المكونات، طبعا ما اجانس المكونات بالخاشوقة، لان قد ما اجانسها بالخاشوقة ما راح تتجانس، اذا مو بيدك وبهذا الشكل ما راح تتجانس الحشوة عندك. المهم راح اجانس الحشوة، وبعدها ارجع لكم واراويكم شنو نسوي. طبعا بنات هنا بعد ما جانست الحشوة حضرت القدور اللي راح اسوي بهن الدولمة. حضرت الحشوة، غسلت السليك همين ونظفته بهذا الشكل، وخليته بالقاع مالت الجدر قليل من الزيت وقليل من عضود السليك بهذا الشكل. وهذا همين السليك نظفته ورتبته بهذا الشكل. شوفوا بنات، وهسه راح ابدي الف وياكم الدولمة. طبعا السلك دائما قبل لا اشتغله شنو اسوي؟ شوية بنات اخليه مي حار بس يذبل، وبعدها بهذا الشكل نقلب السلقاية على الظهر مالتها ونخلي الحشوة بها ونبدي اللف. طبعا بنات الغرض من هذا الفيديو انه اشارككم افكاري وتشاركوني افكاركم،
وطبعا هاي الأشياء كلش حلوة. أني كقناة طبخ أو ترتيب فهو هذا محتواي. أتمنى يعجبكم. طبعا أرحب بالمشتركين الجدد وأقولكم أشرف بكم، والقناة قناتكم. بالنسبة للمشتركين القدامى اللي باقين هسه وياي، يسعدني ويشرفني وجودكم وياي. طبعا لفيت الجدر الأول وهسه حبدي ألف الجدر الثاني. طبعا بنات قلت لكم هاي السوالف بدل ما أقعد من النوم الساعة 12 على ما أروح أصلي، على ما أروح أغدي أطفالي، على ما شوية نعبد رب العالمين، على ما أجهز أطفالي، على ما أقرر ابني، فتصير الساعة ب3 العصر ب4 العصر، بعدش وقت ألحق ألفن جدر الدالمة. لذلك ألفنها قبل رمضان. طبعا تبقى أسبوع أسبوعين بالمجمدة، ما عليها أي شي. نطلعها قبل لا نبدأ نشتغلها أو قبل لا نبدأ نطبخها، نخليها تذوب تماما. بعدها نسوي لها الصلصة ونخليها على الطباخ وعبالك فريش وهستونا مسوينها. المهم بنات بعدنا مكملين بالطريقة، أكمل لف وأرجع لكم. شوفوا بنات، طبعا هنا مكملين بلف الدولمة. أنا ما أحب أضيف أي خضار للدولمة، دائما أحب أسوي الدولمة بالسلق فقط. ما أعرف، أحس الخضار تصير مقلوبة، العفو تصير شيخ محشي، مو دولمة، فدائما أحب أسويها بالسلق. المهم بعد ما كملنا الدولمة، هنا أنا عندي 3 كيلوات من اللحم. راح أقطع اللحم على شكل أقسام. أسوي هذا المفروم أسويه قسم مثلا كباب عروق، الحميسة مال البوتيتا، للمخلمة. هاي أسوي وجبات. عندي هذا 1.5 كيلو من المفروم، راح أسوي وجبات بهذا الشكل. ناخذ كميات القطعة كلها نفس المستوى، أو أسوي كميات وأخليه بهاي الأكياس مالت التفريز. هاي الأكياس بنات تكون وزن، تكون ضخينة، يعني ما تنثقب أو ما تنشق. شوفوا بهذا الشكل بديت أسوي على شكل وجبات. قلت لكم يفيدنا الحميسة، يفيدنا للكباب عروق، يفيدنا لهواي أكلات اللحم المفروم، يفيدنا للكفتة، يفيدنا للكباب. فشنو بهذا الشكل قسمته. بعد ما كملت تقسيم راح شنو أسوي؟ راح أسوي بنات هذا اللحم الشرح. أسوي قسم للبرياني، قسم للتبسي، وبعد هواي أكلات تصير باللحم. طبعا هسه شنو راح نسوي بعد ما كملت ذاك اللحم المفروم؟ هسه عندي هذا اللحم راح أبدي أقطع بيه. وقلت لكم التقطيع حسب أم البيت وحسب بالوجبات اللي أنت مخليتها ببالك. مثل أنا مخلية ببالي أسوي لحم بالتبسي، مخلية ببالي أسوي برياني بالتبسي. برياني بالتبسي شنو؟ برياني باللحم. مثل عليكم بنات، طبعا من التعب قمت أسحق هالقد ما تعبت بهذا اليوم، فقلتوا على سحقاتي. فشنو نسوي بنات؟ قلت لكم نسوي قطع بهذا الشكل. راح أسوي قطع للتبسي، وقطع للبرياني، وقطع للمروقات همين. فهسه أبدي وياكم أسوي وجبات، وبعدها نشوف شنو نسوي بهذا الفيديو. طبعا اللي وصلت لهنا شنو نسوي لنا؟ تحط لنا الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد، ويا رب بنات شهر خير علينا وعليكم بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله حشارككم شنو أسوي بالأيام الجاية من تنظيفات، من تفريزات. بنات انتو عائلتي وأخواتي وصديقاتي، فدائما أحب أشارككم هاي الأفكار وأحب أشارككم هاي السوالف. طبعا عندي هنا شحم همين ثرمته وراح أخليه بالوجبات. هسه بنات أكمل باقي التقطيع وأرجع لكم. شوفوا بنات، عندي هاي الوجبة اللي تكون بها شحم، هاي راح أخليها قسم من يمها. هاي أسويها تكة بنات، تكة مال لحم. فشوفون ضفت بيها شحم، فسويتها قلت لكم أقسام ورتبتها بهذا الشكل. شوفوا لي الوجبات. هاي التكة عندنا جاهزة، مجرد نطلعها ونخلي لها ملح ونشويها. هذا هو كان فيديو اليوم. إن شاء الله عجبكم، إن شاء الله استمتعتوا بي، إن شاء الله قضيتوا أوقات حلوة برفقتي. خلونا لايك للفيديو وصعدوا لي هذا الفيديو حتى أشارككم باقي الفيديوهات. لهنا حقولكم مع السلامة، وأشوفكم بحفظ الرحمن.